على الحالة الجدلية بتاعة أمس، ولكن هنشرح قانون اللعبة الأول أو قانون التسلل. التسلل بيحتسب على أي مكان في جسمك متقدم بعكس إيدك، يعني الإيد لا تحتسب بمنطقة التسلل أو ما تبقاش مغطية التسلل، لأن الكرة لو جت في دراعك وأنت بتلعب سواء مهاجم أو مدافع بيبقى في مخالفة، لكن لو كرة جت في أي مكان في جسمك ما بتعتبرش مخالفة. هنا الكرة الجزيري وقت تنفيذ اللعبة كان متسلل، وإيد المدافع بتاع النادي الأهلي هي اللي كانت متقدمة للجزيري، وزي ما اتفقنا إن الإيد لا تغطي التسلل. هنا اللاعب تداخل في اللعبة، ما دام تداخل في اللعبة اشترك في اللعبة سواء لمس الكورة أو لم يلمسها فهو متسلل. نيجي للجزئية الثالثة وهي وقت تنفيذ الجزيري اللعبة كان في لاعب متسلل من نادي الزمالك زياد كمال، وحصل يعني تداخل بينه وبين الشناوي واشترك في اللعبة. يعني الكورة لو ما اتحسبتش على الجزيري في الأول هنا إن هو متقدم بجسمه وقت تنفيذ اللعبة وحصل تسلل واشترك في اللعبة سواء لمس الكورة أو لم يلمسها فهو متسلل بالفعل، حتى لو ما لمسش الكورة لأنه اشترك في اللعبة. وما دام اشترك في اللعبة قانون التسلل بيقول ما دام أنت تدخلت في اللعبة إذا يحتسب عليك تسلل. الجزئية الثانية وهنا سواء لمس الكورة أو ما لمسش الكورة فهو تسلل. الجزئية الثانية وهي تنفيذ الشوطة بتاعة الجزيري، وقت تنفيذها كان في لاعب متسلل وكان مشترك بالفعل مع الشناوي. ادي اللعبه امام حضراتكم يعني الراي ليكم، لكن احنا بنتكلم من خلال القانون.